بنصحى من النوم نلاقي نفسنا في بيت هادي جدا بسيط لدرجة ان اي شخص يقدر يعمل زيه. البيت عبارة عن سرير، دولابين، ترابيزة صغيرة وتلفزيون، كل حاجة عادية لحد ما نخرج من البيت ونلاقي كمبيوتر جديد، الجهاز اللي هيغير حياتنا بالكامل. نفتحه ونلاقي 3 ايقونات: الاخبار، المتجر، واخيرا الشات. ندخل على الاخبار نلاقي ان في جريدة اسمها روبلوكس تايمز كاتبة تم افتتاح مصفاة كيميائية جديدة والمدينة كلها سعيدة والدنيا شكلها تمام. نروح للمتجر نلاقي ان جواه شوية العاب نشتريها، ونروح للشات ونلاقيه مقفول ومكتوب ان السيرفرات واقعة. ناخد الالعاب ونلعب شوية والشخصية تتعب معانا ونروح ننام. لكن في الليل نسمع ان في صوت بره البيت، نقوم نفتح الدولاب الاول ونشوف الدولاب التاني، وفجأة نلاقي ان الشخصية تقول انا حاسس اني بامان مرة تانية. تاني لحظة هو كان في خطر اصلا؟ نصحى الصبح ونبص على الاخبار ونلاقي ان الاخبار اتقلبت. اتفاق مفاجئ في وسط المدينه والشرطه ما لقتش غير ريحه غريبه جدا في المكان. بعد الاخبار الغريبه دي نفتح المتجر نلاقي المره دي برجر ومشروب، ونكتشف ان الشات اتفتح واول رساله بتكون من بوت وبتقول مبروك سجلت في افضل تطبيق محادثات. ونقفل الكمبيوتر ونستلم الاكل وناكل. كل حاجه شكلها تمام، لكن بالليل في صوت بره البيت ان في شخص بيحاول يفتح الباب. نفتح الدولاب الاول والدولاب التاني ونلاقي ان الشخصيه بتقول نفس الجمله: انا حاسس اني بامان مره تانية. في حاجه لحد دلوقتي مش واضحه. نلاقي ان الاخبار بقت اسوأ، سلسله الاختفاءات بتحصل ومفيش اي دليل، والمدينه بقت تنهار ببطء. الغريب بقى ان الشات ساكت ومفيش اي رسائل، وبالليل مفيش صوت، فيه هدوء خانق يخليك تحس ان في حاجه غلط بس مش عارف ايه هي. نفتح الأخبار كالعادة نلاقي إن العمدة بيقول إن مفيش مشاكل، لكن إحنا عارفين إن الحقيقة غير كده خالص. وبنكمل ونفهم إن المكتب غرقان في بلاغات المفقودين، ونشوف المتجر مفيش حاجة غريبة كله عادي. لكن الغريب إن فيه هليكوبتر بتعدي من فوق البيت. وبالليل نسمع صوت الخبط رجع. نفتح الدولاب ونظهر نفس الجملة من تاني: أنا حاسس إني بأمان مرة تانية. ندخل نشوف الأخبار المرة دي نلاقي الأخبار بقت مرعبة. العمدة أعلن الأحكام العرفية والجيش بقى مسيطر على البلد، وده غير التهديد المجهول اللي محدش يعرف عنه أي حاجة. وبيقولوا إن الناس لازم تفضل في بيوتها. ندخل نشوف المتجر ونلاقيه اتغير، بقى فيه حاجات لقفل الشبابيك والأبواب، وفي حاجة غريبة سودا. ونشتري كل حاجة. الشخصية تبدأ تقفل الشبابيك والأبواب وتستعد للي جاي وننام. نصحى بالليل نلاقي رسالة مكتوبة في الشات: خليك هادي وما تطلعش صوت. نفتح الدولاب نلاقي إن البيت فاضي، وفجأة الصوت يرجع من تاني بس المرة دي بجنون. مرة واحدة نلاقي ان الشخصية تمسك الحاجة السوداء، الحاجة تتحول لمسدس. فجأة اللعبة تقف. مفيش إجابة واضحة للي حصل لجيم، واللي بيسيبك فين مدور حاجة مش منطقية. بالنسبة لي أغرب حاجة هنا مش الأخبار نفسها، لكن رد فعل جيم عليها. كل يوم كان بيخاف أكتر من اللي قبله، كان بيحاول إنه يقنع نفسه إن الوضع كويس، بس إحنا كلاعبين عارفين إن الوضع مش كويس. بس هنا بقى الموضوع مخلصش عند النهاية دي، لأني بعد ما خلصت اللعبة قررت أدور أكتر عنها، وشفت فيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن حاجة غريبة جدا: إن في شابتر تاني من شيم كمبيوتر، والأغرب كمان إنه بيبدأ من نفس اللحظة اللي وقفنا عندها. جيم بيرجع عن قراره، الباب بيتفتح ونكتشف إن كان اللي بيخبط كان شخص عادي، لكن جيم بيقتله. ومن هنا اللعبة بتتغير تماما من رعب نفسي هادي لجيم بلاي غريب جدا، بتتحول للعبة سرفايفل بتقتل فيها الزومبي وبتعدي مراحل، تكسب فلوس وتشتري أسلحة سيف، شوتجان وغيره. بصراحة التحول ده كان غريب جدا ومش منطقي، لكن لو ركزنا شوية هنفتكر إن المدينة كانت سعيدة بافتتاح المصفاة الكيميائية الجديدة، فممكن جدا ان دي كانت بداية الحقيقة لكل اللي حصل. المصفاة ممكن تكون السبب هي اللي خلت الناس تفقد عقلها، والاختفاءات ممكن ما كانتش اختفاءات حقيقية، الناس كانت بتتحول لحد ما المدينة انهارت وبعدها بدأوا يظهروا. وخلال اللعب بتحاول تعيش لحد المرحلة العاشرة، وفي الآخر هليكوبتر بتيجي وتهرب من المكان. بس اللي صدمني بجد إن الشابتر ده كان مجرد تحديث كذبة إبريل، يعني مش موجود دلوقتي وملهوش علاقة مباشرة بالقصة. فهل ده كان هزار ولا كان المطور بيلمح حقيقة إن السبب الحقيقي كان المصفاة، ولا كل ده مجرد تشتيت لحاجة إحنا منعرفهاش وبس؟ الفيديو ده كان ريميك لفيديو قديم أظن يعني.